إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل عام ونحن إلى الله أقرب. أولا آسف على التأخير في تنزيل الحلقة، تقريبا كانت هتنزل المفروض الحد وهتنزل الثلاث، ظروف مرضية، بس يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه. المهم قبل ما نبدأ موضوعنا إن شاء الله، نتمنى الدعاء لإخواننا في غزة، فإنهم في أشد الحاجة إلى دعائنا. نحن لا نملك إلا سلاح الدعاء، لعله يكون أقوى سلاح لدينا. ما تنسوش تدعو لهم في كل وقت، للصائم دعوة لا ترد. خلي دعوتك ليهم بإذن الله. يلا بينا نتوكل على الله، يلا بينا. النهاردة إن شاء الله موضوعنا موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو عن التوبة. إزاي في الأيام ديت أطلع فائز من رمضان؟ إزاي أطلع كسبان؟ إزاي أعرف أطلع من الفائزين في رمضان؟ هنتكلم عن التوبة. ما معنى التوبة؟ أول حاجة كده لازم تبقى عارفها، التوبة هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وترك الذنب أو المعصية. التوبة هو الندم، اللي أنت تندم على الذنب ده. التوبة اللي أنت تسيب المعاصي كلها ورا ظهرك، تسيبها كلها ورا ظهرك وترجع لربنا سبحانه وتعالى. أنا عارف اللي جواك، نفسك دلوقتي بتقول لك أنا طول رمضان بأذنب، كل يوم في رمضان بأذنب، بعمل ذنب الصبح وذنب بالليل، بل بعمل 1000 ذنب الصبح و1000 ذنب بالليل. أنا عايزك ما تيأسش. ربنا سبحانه وتعالى أنزل في كتابه العزيز آية لو تدبرناها جميعا لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو رحمن رحيم. آية قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، إنه هو الغفور، وليس غفور فقط، بل غفور ورحيم، أرحم بي وبك من أمك وأبيك. ربنا سبحانه وتعالى هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. الله سبحانه وتعالى بيقول لك تعالى ارجع تاني، عد إلي. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ارجع، توب، تعالى، قرب. لكن أنت لماذا تصر على الذنب؟ إن نفسك نفس ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف، نفسه نفس ضعيفة. الله سبحانه وتعالى بيقول لك استغفرني أغفر لك. يعني في كده، لو احنا استيقنا هذا الحديث لازم تتوب في الأيام ديت. هذه أيام توبة. ما تخليش رمضان يعدي منك وانت خارج من رمضان زي ما كأنك دخلت رمضان وانت بتذنب في كذا وكذا وكذا. ما تخرجش من رمضان وانت لسه عندك الذنوب ديت، بل تخرج من رمضان وانت الذنوب دولت كده راحوا اتمحوا، ما عدتش بتعملهم. في يعني حاجة استوقفتني وأنا بقرأ في كتاب رسائل من القرآن، هستعرضها معاك. قول: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب في اللغة هي صيغة مبالغة، وفي المعجم كثير التوبة إلى الله، اللهم اجعلنا من الأوابين. وسياق الآية يقول: لو لم يكن كثير الذنب كثير الذنوب ما كان كثير التوبة. كل ما هتذنب أكتر كل ما ترجع أكتر. والله لو أذنبت في اليوم 1000 ذنب تب إلى الله 1000 توبة. النهاردة أنا أذنبت 1,000,000 ذنب، هتوب 1,000,000 توبة. أقهر نفسي وشيطاني. لازم تعمل كده، علشان الإنسان لا يدري متى سيموت. هقول لك دلوقتي موضوعين لا تقبل فيهم التوبة، بس نكمل هذا الأول. إياك أن تستكبر ذنبك أمام رحمة الله سبحانه وتعالى، وإياك بالمقابل أن تستصغر هذا الذنب أمام عقابه سبحانه وتعالى.
كن بين الرجاء والخوف، رجاء من رحمته سبحانه وخوفا من عقابه. وإياك أن يجعلك الشيطان تخجل من ذنبك فلا ترجع إلى ربك، فإنه ما سمى نفسه الغفور إلا لأننا نذنب ويتوب علينا. لو أذنبت في اليوم 1000 ذنب عد في اليوم 1000 عودة. تب إلى الله 1000 توبة. أذنب، خليك كثير الذنب، ولكن كن من الأوابين، كن من التائبين، كن كثير التوبة. دلوقتي إيه هم الموضوعين التي لا يقبل فيهما التوبة؟ الموضع الأول وهو عند خروج الروح، مفيش توبة، خلاص مش هينفع تتوب، مش هينفع ترجع. والموضع الثاني هو عند خروج الشمس من مغربها، ده برضك باب التوبة يغلق على العبد. طيب أنا دلوقتي واحد مصر على ذنب، أتوب إزاي؟ استغفر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا. وإذا كان الذنب هذا بأكل مال حرام أو أخدت حق مش حقك، رجع الحق دوت لأصحابه. اختبت فلان اختبت علان، استسمحه اللي هو يغفر لك. قول له والله يا فلان أنا في اليوم كنت غصب عني اختبتك أو اتكلمت عليك بالوحش، سامحني يا فلان، لو سمحت سامحني، إن شاء الله يعفو عنك. أيوة ممكن العلاقة تتأثر شوية، بس ما تجيش يوم القيامة وتلاقي فلان دوت واقف في يوم القيامة يقول يا رب كذا كذا، يا رب اختبني أنا عايز حقي. تلاقي من حسناتك تتاخد يروح، أو من سيئات تحط عندك. طب ليه؟ كل ده عشان أنت كسلت تتوب في الدنيا، كل ده عشان أنت ما رضيتش تعترف بالذنب بتاعك في الدنيا. ليه؟ اعترف بذنبك. أنا دلوقتي أذنبت النهاردة أنا وقعت في ذنب، هتوب النهارده، مفيش تسويف لبكره. والله اذنبت قبل ما انام ب5 دقايق، هقوم دلوقتي اتوضى استغفر واقرا ورد قران. النفس تكره العقاب. انا هحط قدامي شروط، انا الذنب الفلاني لو وقعت فيه انا هتصدق وهقرا بدل الجزء جزئين، وهطلع مثلا بدل ما كنت بطلع صدقه كذا هطلع مثلا بدل ما كنت بطلع 10 جنيه هطلع 100. نصلي قيام ليل، بزود الورد بتاع قيام الليل بتاعي. لو اذنبت الذنب ده عاقب نفسك، عاقبها بصيام يوم، يعني تن دوما كده ايه اللي هو طول، خلي الاستغفار على لسانك على طول، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني انت هتذنب ياما، عد الى الله سبحانه وتعالى، توب الى الله، توب الى الله سبحانه وتعالى. كل ما تذنب توب، ما تملش ابدا، ان الله سبحانه وتعالى لا يمل. انت ما تملش، انت لا تمل ابدا من التوبه. ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بعودة ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بعودتك إليه. تخيل، أنت متخيل ربنا سبحانه وتعالى بيفرح إن أنت ترجع له تاني. يعني أنت متخيل الوضع، يعني أنت متخيل المنظر، ربنا سبحانه وتعالى بيفرح إن أنت بترجع له. بس ربنا سبحانه وتعالى رحيم. الله سبحانه وتعالى بيقول زي ما قلنا في الأول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا غفور ورحيم. توب لربنا سبحانه وتعالى قبل أن يأتي لحظة لا تستطيع فيها أن تتوب. توب دلوقتي. أنا النهاردة عملت مليون ذنب، هتوب عن مليون ذنب، هتوب عنهم دلوقتي، مش هأجل، مش هسوف. خلاص أنا لازم ان انا اتوب النهارده، يبقى هتوب النهارده. انا اطلع من رمضان متغير، هطلع من رمضان تائب الى الله سبحانه وتعالى، هطلع من رمضان مفيش ذنوب ورايا، هطلع من رمضان الذنوب اللي انا كنت داخل بيها رمضان خارج من غيرها، سبتها على الباب ورا خلاص. عبد جديد خارج من رمضان، عبد جديد عارف يعني ايه معنى التوبه، عارف يعني ايه معنى القرب من ربنا سبحانه وتعالى. عبد جديد يقف ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهو بيصلي استريح نفسيا. وده ان شاء الله هيكون موضوعنا الحلقه الجايه. هحاول على قد ما اقدر الفيديوهات اللي جايه كلها تكون صغيره برضو، تمام. اسف جدا على الصوت، دور برد الحمد لله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتوب علينا ويجعلنا من التوابين والاوابين، ويجعلنا من الذين اذا اذنبوا رجعوا الى الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا. واقدر اقول لك يعني بس كده،
أشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله.